لما تحرم شيئا السلام قلنا عليكم، واش رضينا راكم؟ جيسبر كو فوز علي بيان. اليوم جبت لكم روسيت صابلي الريشه اللي راهو دوكا توندونس، يجي بزاف بنين وهايل وبمقادير مضبوطه وطريقه التحضير نتاعو سهله. يعني اي وحده فيكم راح تسيه راح ينجح معاها من اول مره. الوغ حبيبتي، اذا كنتي انتريسي مع هذا الفيديو تابعي معايا شوفي واش نسحقو. نسحقو هنايا 250 غرام ماغارين. انا استعملت ماغارين ماني، توجور يعني نستعمل ماغارين ماني، وانتم اللي متوفره عندكم ديروها. ونضيفوا ربع كاس زيت وكاس سكر قلاصي. كيما راكم تشوفوا تعودتوا عليا ديما، يعني اي حاجه نصفوه اونكاكش ما فيها ولا. فوالا، ونضيفوا مغرف صغيره تاع لافاني ليكيد ولا بودر. انا استعملت لافاني بودر. ونضيفوا زوج مغارف كاكاو بني مر. اي فوالا، كيما راكم تشوفوا راني نخلط فيها بالمغرف باش يتجانسوا لي كامل هذوك لي زانغريديون اللي حطيناهم. وهنايا استعملت الباتور، يعني تخلطوا حتى تتحصلوا على قوام كريمي. في هذه المرحلة تقدروا تستغنوا على الباتور وتستعملوا فوي، مي الباتور يسهل عليكم أفضل. وهنايا ضفت 4 بيض درجة حرارة الغرفة ورشة ملح، ونرجعوا نخلطوا بالباتور ولا فوي. وضفت هنايا كاس من المكسرات. أنا استعملت لوز وكاوكاو محمصين ومرحيين. تحبوا تستغنوا عليهم مي راح يزيدوا يعني بنة في لاباط نتاعنا. وهنايا كاس ناقص دوا مايزينا. ونضيف هنايا كيس خميرة كيميائية. وتبدأوا تخلطوا بالمغرف، ومن بعد تضيفوا الفرينة تدريجيا يعني حتى تتلم معكم لاباط. مي توجور نقولكم في لاباط صابلي تتلم فقط وما تتعجنش، باش كي طيبوها يجوكم الحبات كامل قد بعضها. وثاني الفرينة ما تكاثرش، مش تزيدوا الفرينة حتى تيبس لكم هذيك لاباط ومن بعد تجيكم كسرة، يعني تجيكم مطلوع من بعد. المهم ضيفوا الفرينة حتى تتلم معكم هذيك لاباط وتحصلوا على يعني عجينة تكون طرية نوعا ما تكونش يابسة. اي فوالا، كيما راكم تشوفوا هنا راني نخلط فيها بالمغرف ومن بعد نلمها بيديا. من بعد هنا ما لميتها كيما راكم تشوفوا لاباط هنا راها بزاف طريه. وفرشت هنايا ساشي، يعني هنايا لازم تفرشوا ساشي باش ما يتلصق لكمش العجينه في البلان دو طرافاي. كيما راكم تشوفوا راني رشيت شويه فرينه. ومن بعد تحلوها بسمك يعني يكون متوسط. وهنايا رشيت شويه فرينه وراني نطبع في الحبات نتاوعي، يعني نتوما طبعوا الشكل اللي تحوسوا عليه. هنايا استعملت هنايا شكل اوفال. فوالا، وهنا راني نوريلكم في السمك اللي يعني الحبة، يعني ما تكونش غليظة بزاف وما تكونش رقيقة بزاف، يعني تكون متوسطة. وكيما راكم تشوفوا هنايا الساشية سهلت عليا بزاف، يعني مساعدتني الحبة يعني نجبدها فاسيلمون. وهنا كيما راكم تشوفوا راني نطم في العجينة ونعاود نحل ونطبع كيما راكم تشوفوا. فوالا، وهنايا بعد ما طبعت كامل الحبات تاوعي وحطيتهم في البلا، دوكا ندخلهم الفور يطيبوا. وهنايا بعد ما طابوا لي وخذاو لي اللون الدوغي، رايحة نلصقهم بشيكولا تارتيني، ولا تحبوا تلصقوها بكريم بوغ، يعني اختياري.
ولكن أنا عجبني الذوق يعني تاع شيكولا أتارتيني أفضل، أنا ما نحبش كريم au beurre. فوالا وهنايا تلاصقو كامل الحبات نتاوعنا، وهنايا كيما راكم تشوفوا الحبات كامل جاو قد بعضاهم، وصدقوني في البنة جات هايلة يعني، جا بزاف بنين هذا الصابلي. وهنايا نذوبو الشيكولا تاعنا، أنا استعملت هنايا شيكولا تاع دادا، ذوبت حوالي 200 غرام من الشيكولا وضفت لها مغرف تاع زيت باش تعطينا لا بغيونت هذيك في الصابلي. كيما راكم تشوفوا هنايا راني نقلاصي في الحبات نتاوعي، وهنايا كي تكونوا تقلاصوا في الحبات نتاوعكم حطوا بابي كويسون باش هذاك الزائد تعاودوا تذوبوه وتعاودوا تستعملوه. وهنايا راني نقلاصي ونحط حتى نكمل كامل الحبات نتاوعي، وهنايا جبت هادو الريشات تاع باتا سوكر، زادوا منظر بزاف يعني هايل في الصابلي. كيما راكم تشوفوا يعني نص هنا كانت ما نشفتش معايا الشيكولا هذيك، وراني نضيف لصق يعني في الريشات هذوك، ومن بعد يعني ما كفاونيش جبت هذا ترانسفير تاع الريشه وراني نضيف له في الشيكولا، ومن بعد كي يجمد نعاود نديمو ليه ونعاود نديرو في الصابلي. صراحة هذا ترانسفير أول مرة نستعمله، السعر نتاعو يدير 5000 برك، أنا قلت يعني ما ينجحليش، ومن بعد جا يعني الشكل تاعو بزاف هايل يعني عجبني أفضل من هذاك الريشة تاع باتا سوكر. كيما راكم تشوفوا هنايا راني نديمولي فيه، يعني تنحى فاصيل مو أنا قلت يتكسرولي. كيما راكم تشوفوا هنا راني نسيي ومن بعد نلصقهم بالشيكولا كيما راكم تشوفوا، وهنايا راني نلون فيهم بنكخي دوغي يعني باش يبانوا هذوك الريشات. فوالا وهنايا حبيت نوريكم كيفاش درت هذاك المشتي في الصابلي، عادي يعني جبت بانسو درت فيه نكخي دوغي وقعدت ندير كيما كداك باش يعطينا هذاك المشتي في الصابلي. وهنايا راني ندير فيهم في الكويسات هذوك، زادهم منظر بزاف هايل كيما راكم تشوفوا. هذا هو الشكل النهائي. الوغ حبيباتي وصلنا لافين تاع لا فيديو، نتمنى نكونوا استفدتوا وعجبكم الصابلي اللي خدمناه كيف اليوم، ونتمنى كنت خفيفة عليكم. دمتم في رعاية الله وحفظه. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير